بأن السبب المباشر للحادث هو توقف منظومة التوجيه أو توقف نظام التوجيه، وذلك بفعل خلل على مستوى مفصل التوجيه، وهو ما أعاق الحركة المفترضة لعناصر المنظومة. بذلك فإن هذا التعطل أو هذا التوقف un blocage du système de direction كان سببه مشكل أو عطل في لا روتول دو ديريكسيون، ومنه تم إعاقة الحركة كليا، ولم يتمكن سائق الشاحنة أو سائق الحافلة من توجيهها. زيادة الحمولة ضاعفت هذا العطل، مما أدى إلى عدم إمكانية التحكم فيها. الفحص الميكانيكي كما سبق وأن قلت المعد من طرف خبراء المعهد الوطني لعلم الإجرام بين نقص صيانة الحافلة، بين بأن منظومة التوجيه بها عدة أعطال أخرى وتسربات لزيت علبة التوجيه، بين كذلك بأن منظومة الفرملة ضعيفة وأن بها انخفاض في فاعليتها، بين كذلك بأن فرامل اليد معطلة تماما، وهو ما ألغى إمكانية التوقف الاضطراري للحافلة. التحقيق الابتدائي كذلك توصل بأن الوثيقة أو بأن محضر المراقبة التقنية المعد من طرف المراقب التقني للمركبات لم تسجل به أي ملاحظات أو أعطال للحافلة، في حين أن الفحص الميكانيكي الذي تم إعداده بين وجود عدة أعطال وعدة مشاكل ميكانيكية بهذه الحافلة، وهو ما جعل مسؤولية التقني المراقب قائمة في قضية الحال. بتاريخ اليوم 19 أوت 2025 تم تقديم أطراف القضية أمام نيابة الجمهورية، وتم فتح تحقيق قضائي ضد المشتبه فيهم وضد كل من يكشف عنه التحقيق. المتهمين الذين تم توجيه الاتهام ضدهم كالآتي: المتهم سائق الحافلة المدعو دراجي حمزة، تم توجيه الاتهام له عن جنح القتل الخطأ والجروح الخطأ بواسطة مركبة نقل جماعي، وكذلك تعريض حياة الغير وسلامتهم الجسدية مباشرة للخطر بالانتهاك المتعمد والبين لواجبات الاحتياط والسلامة. تم كذلك توجيه الاتهام لمرافق السائق قابض التذاكر المدعو أو المتهم هجرس نصر الدين بجنح التسبب في القتل الخطأ والتسبب في الجروح